السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى ان شاء الله نعمل مع بعض كده وصفة سهلة كده. احنا اواخر الشهر نعمل بقى كده حاجة اقتصادية. نعمل مع بعض ايه؟ نعمل فطير. عندنا نص كيلو من الدقيق، معلقة من السكر، ورشة صغيرة من الملح. بس دي كل مكونات الفطير. هندوب بقى الملح والسكر في المية، وبعدين بقى معانا زبدة يعني وزيت للفرد والتسوية. احنا هنعجن بقى طبعا الاول، ونسيب العجينه تريح كده يعني 10 دقايق ربع ساعه عشان تبقى سهله معانا في الفرد. وطبعا ما فيهاش خميره ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. والميه بقى بتبقى على حسب الدقيق، يعني بيبقى في دقيق بياخد ميه كتير وفي دقيق بياخد ميه قليله. كده خلاص بقى نستخدم ايدينا. نجيب بقى الملح، الميه رشه صغيره بس صغيره عشان نشوف العجينه هتحتاج معانا قد ايه عشان ما تجيش طريه. ولو العجينه جت طريه هنزود دقيق. لمينا العجينه بالشكل ده، نريحها ربع ساعة أو 10 دقايق ونرجع نكمل. أو ممكن نعمل كده، ممكن ايه بدل ما نريحها يعني ونرجع نكورها، نقدر نكورها وبعدين نريحها. نريحها بقى كده 10 دقايق ونرجع نكورها بالشكل ده. أو نقدر نكورها كده بس هنغطيها بقى بسمنة، هنغطيها بسمنة نخليها كده 10 دقايق ونرجع نكمل مع بعض. العجينة العجينة بتاعتنا بعد ما ريحناها هنكورها بقى كده معانا. نفردها بطريقتين. دهنت الطبق زيت، ونغلف كده العجينة بتاعتنا بالزيت. نفرد ان شاء الله نعمل الفطير بتاعنا كده بطريقتين. ونكور العجين ونغلفه بالزيت، وبنسيبه برضو يريح معانا. خلينا نعمل واحدة بالطريقة دي يعني صعبة شوية، والطريقة التانية بقى كده. وباقي العجينة دي هنخليها كده على بعضها وهنفردها ونعملها معانا برضو يعني نعملها فطيرتين. بس اوريكم بقى يعني الطريقة دي اسهل من دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ندهن كده الصينية زيت. دي بقى الفطيرة اللي هي الكبيرة. نفردها كده ملو الصينية. نعملها بقى بالسمنة البلدي. السمنة البلدي تبقى ريحتها حلوة جدا، طعمها حلو يعني ما بتاخدش سمنة كتير.
احنا مش هنخليها تاخد سمنه كتير، يعني كل ما السمنه بتاعتها تبقى قليله، بس مش قليله بقى يعني ايه، قليله قوي يعني، تبقى حلوه كده وخفيفه وتقدري تاكلي منها يعني كتير، ما تتعبناش يعني. فردنا كده بقى الفطيره، ونفك الزبده بالشكل ده. بسم الله. تبقى حلوه كده من الزبده، هي اخدت معلقتين كبار من الزبده. نلفها بقى كلها بالشكل ده. وادي كده اول فطيره معانا جاهزه. تطلع معانا كده مدوره وحلوه. هنعمل بقى الفطيره التانية بنفس الطريقه. الله اكبر الله اكبر. رورو بقى بتفرد الفطيره بالشكل ده، هي مصره ان هي اللي تعملها.
وفردت واحدة تاني من العجينة. شيليها بالراحة بقى عشان ما تتقطعش. تفرد بقى اخر قطعة من العجينة. ادهني الصينية زيت، الفطيرة من فوق تبقى تدهنيها زبدة. خلاص انت حطيتي خلاص كده حاجة واحدة. الفطيرتين اللي انا عملتهم بالشكل ده في الصينيه يريحوا بس كده، ونفردهم واسويه على طول على البوتاجاز ونشوفه مع بعض. بس بعد رورو ما تخلص الفطيره بتاعتها دي. لازم نعلم البنات معانا عشان ايه لما يكبروا. إيه يعني بنات بتتجوز كتير مبتبقاش لا بتعرفش اي حاجه في المطبخ، فلازم نخليهم كده يتعلموا معانا، يعني بوظوا حاجه او حاجه تطلع حلوه لحد ما يتعلموا، لكن لازم يتعلموا يعني. ارفعي بقى دي على التانيين. يعني زبدة خفيفة. الصينية بقى اللي هتحطها فيها. افرد بقى العجينة ويلا نسويه على طول على البوتاجاز بالراحة يا رورو، خلي شكلها مدور. ايدك لو سمحتي. الفطيرة بتاعتي بقى ولعت عليها البوتاجاز وهغطيها وهدي النار وهتتحمر كده. هنبص عليها كده تتحمر ونشوفها مع بعض. ده شكل الفطير بتاعنا، احنا سويناه على البوتاجاز. الفطير معانا حلو جدا، سويناه على البوتاجاز. على البوتاجاز اسرع حاجه، وبنهدي عليه النار ونسويه بسرعه، ويعني بيستوي بسرعه بس بنهدي عليه النار عشان يستوي وياخد راحته كده ويبقى مستوي من جوه. ما نعليش النار عشان ما يتحمرش بسرعه ويبقى من جوه ني. يبقى بنهدي يعني النار بتبقى نار متوسطه، وبيستوي لما بيتحمر كده من ناحيه نقلبه على الناحيه التانية برضو بنغطيه لحد ما يستوي من ناحيتين ونخرجه بالشكل ده. ونقدمه بقى كده مع عسل ابيض، عسل اسود، جبنه قديمه،
جبنة بيضة، يعني على حسب بقى ايه ما نحب كده ناكله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى الفطير معانا مورق وجميل، وبرضو احنا مش مكترين قوي المادة الدهنية بحيث ان احنا نقدر ناكله ما يبقاش تقيل علينا. لكم واحدة تانية. ده الفطير اللي احنا عملناه رول. شفت التوريقة وقلبه بقى طري كده ومن بره مقرمش وجميل. جربوه بقى، طريقة سهلة جدا. بالنص كيلو دقيق عملنا الكمية الحلوة دي. تكفينا كده وجبة، وجبات كده بسيطة، وجبات آخر الشهر. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.